الكابتن محمود الخطيب يصدر توصية لمجلس إدارة الأهلي وجميع الإدارات بالنادي بعدم الحديث مطلقا في أزمة مباراة القمة لأي وسيلة صحفية في تلك الفترة حتى يصدر النادي موقفه بشكل رسمي وبكل هدوء. الأهلي ينتظر خروج قرار رسمي من لجنة الاستئناف بعد عيد الفطر المبارك في الاستئناف الذي قدمه على عقوبات الرابطة تمهيدا للتصعيد بعد ذلك للمحكمة الرياضية. رئيس لجنة الأندية والهيئات باللجنة الأولمبية يؤكد أن اللجنة ناقشت شكوى الأهلي ضد الرابطة واتحاد الكرة بكل شفافية وأصدرت قرارها بناء على الأوراق الرسمية التي قدمها كل طرف، وأنه لا صحة لتواصل أي جهة معهم للتأثير على قرارهم، وأنهم استندوا إلى اللوائح والشواهد فقط في مناقشة الشكوى، ووجدوا أن الأهلي لم يطلب حكام أجانب من اتحاد الكرة في أي خطاب رسمي، والطرف الوحيد الذي طلبه هو رابطة الأندية، وهو ما أضعف موقفه. الأهلي يبدي استياءه الشديد من اللجنة الأولمبية وعدم تعاملها بشفافية ورفضها اطلاعه على ردود اتحاد الكرة ورابطة الأندية على شكواه، ورفضها كذلك عقد جلسات استماع بين أطراف الأزمة قبل إصدار قرارها. وبعض المقربين من الكابتن محمود الخطيب يقترحون على رئيس الأهلي عقد مؤتمر صحفي وكشف كمية العشوائية والتدليس الذي حدث من هاني أبو ريدة وأحمد مجاد وأحمد دياب ووزير الرياضة في هذه الأزمة، مثلما فعل سابقا مع الكاف والذي أجبر على تغيير نظام نهائي دوري الأبطال بعدما فضحوا الخطيب أمام العالم هو واتحاد العار الذي كان يقوده أحمد مجاهد وقتها. الهجاص رضا عبد العال يستغل حالة الانقسام بين جماهير الأهلي حاليا للضرب في مجلس الإدارة والتهمهم بإهداء الدوري البيراميدز بالانسحاب من مباراة القمة والتسبب في اتساع فارق النقاط ل7 نقاط كاملة. بيراميدز يحاول استفزاز الأهلي بطريقة غير مباشرة ويؤكد لرابطة الأندية أنه لا مانع لديه من إقامة مباراته أمام الأهلي بالدوري بحكام مصريين، وأنه لا مانع لديه من إقامة المباراة بحكام أجانب أيضا، لكنه يرفض تحمل تكاليف استقدامهم. معظم لاعبي بيراميدز يؤدون مناسك العمرة معا قبل العودة لاستكمال مسابقات الدوري ودوري الأبطال، ورمضان صبحي يقيم مائدة إفطار لجميع زملائه لزيادة حالة الترابط بينهم في أهم فترات الموسم، وذلك في ظل رغبتهم في حصد الدوري والمنافسة على دوري الأبطال. مصدر بالأهلي ينفي تماما كل ما يصار عن وجود تفكير من بعض أعضاء مجلس إدارة النادي في الاستقالة بعد أزمة مباراة القمة. أحمد شوبير يؤكد لجماهير الأهلي الغاضبة جدا من قرار عدم لعب القمة وتأييد اللجنة الأولمبية عقوبات الرابطة أن الأهلي خسر جولة لكنه مازال لم يخسر المعركة الكبرى، وأن النادي فعل كل ما في وسعه للفت نظر الجميع بأن هناك أخطاء كثيرة في المنظومة تحتاج إلى غربلة شديدة حتى يعود الالتزام والانضباط للكرة المصرية مجددا. حالة تفاؤل كبيرة في بعثة الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري الأبطال بتحقيق نتيجة إيجابية في القاهرة في ظل انشغال الجميع في القلعة الحمراء بالأزمات المحلية. تذكرتي تؤكد نفاذ تذاكر مباراة الأهلي والهلال السوداني بعد طرح 40,000 تذكرة على الموقع الرسمي. بعض جماهير الأهلي على مواقع السوشيال ميديا تبدي قلقها الشديد من حالة الفريق وعدم خوضه أي مباريات رسمية قبل مواجهة ربع نهائي دوري الأبطال، وخسارة الفريق أمس أمام زد وديا ب3 أهداف مقابل هدف واحد. شريف عبد الفضيل يطالب جماهير الأهلي بضرورة التكاتف خلال تلك الفترة للخروج من الأزمة الحالية، ويؤكد أن الفريق الأحمر مرتبط حاليا بمواجهتين في غاية الأهمية أمام الهلال السوداني الفريق الذي لا يستهان به، ولا بد على الجميع أن يركز عليهم لتخطي هذه المرحلة الصعبة، وأنه يفضل اعتماد كولر في هذه المباريات على العناصر الدولية الأجهز حاليا، خصوصا أن باقي العناصر قادمة من أجازات ويعانون بشكل كبير على المستوى البدني. الأهلي يتابع توفيق محمد ظهير أيسر نادي بتروجيت لتحديد إمكانية التعاقد معه في الصيف المقبل من عدمه، وذلك بعد ترشيحه من لجنة السكاوتينج. حسام حسن يشيد بمروان عطية لاعب الأهلي ويؤكد أنه واحد من أهم الركائز الأساسية في المنتخب الوطني ولا يقل أهمية عن صلاح ومرموش وبقية العناصر، خصوصا لقدراته الاستثنائية في الاستحواذ على الكرة التانية والتغطية الدفاعية في مختلف أرجاء الملعب. رابطة الدوري الأمريكي تضغط بقوة على الفيفا لمشاركة لوس أنجلوس في مونديال الأندية بدلا من ليون المكسيكي. بيراميدز يفقد خدمات علي جبر أمام الأهلي في الدوري بسبب تراكم الإنذارات ومحاولات كبيرة لتجهيز إبراهيم عادل للقاء بعد إصابته في المنتخب. محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي يدرس الاستعانة بخبير أجنبي في قطاع الناشئين الفترة القادمة للعمل على تطوير المواهب الشابة وتجهيز بعض اللاعبين المميزين للمشاركة مع الفريق الأول، وذلك بعد التراجع الكبير الذي حدث في فترة وليد سليمان. محمد صلاح يغيب عن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي في شهر مارس بعد الفوز بها الشهر الماضي. الصحافة الإسبانية تؤكد تواصل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم مجددا مع أنشيلوتي مدرب ريال مدريد لقيادة المنتخب الفترة القادمة بعد الخسارة المدوية من الأرجنتين.
بشير التبعي: الأهلي قادر على التتويج بالدوري المصري رغم خصم 3 نقاط من رصيده واعتباره مهزوما في مباراة القمة. وبيراميدز لن يتمكن في الفوز في جميع مبارياته القادمة لحصد الدوري. ليس من الطبيعي ألا يحقق الأهلي بطولات هذا الموسم نظرا للإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها حاليا من استقرار ورعاة وإمكانيات مالية عكس نادي الزمالك. تحدثت مع ميدو منذ يومين وأكد لي إن ملف زيزو أصبح شبه منتهي مع الزمالك وإن اللاعب قريب من التجديد، ولا عزاء لمجلس الزمالك الحالي بسبب فشله في حسم تجديد اللاعب. وهناك عدم ثقة بين الجماهير وإدارة حسين لبيب، والإدارة استعانت بميدو وحازم إمام من أجل حمايتها من الجماهير. بسيره بتلك النتائج سيرحل نهاية الموسم، وكان من الأفضل استكمال جروس الموسم حتى نهايته والتعاقد مع مدرب يعد الفريق للموسم التالي. مصطفى محمد أخطأ في حق الجهاز الفني لمنتخب مصر، وهذا ليس أول خطأ، وله حادثة شهيرة مع حسام البدري سابقا. وقعت مصطفى محمد مقررة، وحسام حسن لن يتقبل ما فعله اللاعب وسيتم استبعاده من المنتخب الفترة القادمة. محمد عبد الجليل: قرارات إدارة النادي الأهلي الأخيرة في أزمة مباراة القمة ستعرقل النادي محليا، وهذه القرارات وضعت النادي في مأزق حاليا. مجلس إدارة الأهلي الحالي لم يمنح حسام غالي حقه، ولذلك لم يظهر مطلقا في الصورة، والمجلس سيسلم النادي للمجلس القادم أرض بور. ولا يوجد تواصل بين الأجيال ولا تجهيز قيادات حاليا مثلما فعل صالح سليم وحسن حمدي. جميع مجالس الأهلي حققت بطولات، ولكن المجلس الحالي يبدو أنه حابب الكرسي ولا يعطي فرصة لأحد للظهور. طول حياتي لم أرى الأهلي يتراجع عن قرار اتخذه، وقرار الانسحاب من بطولة الدوري قرار خاطئ، والأهلي يدفع ثمنه حاليا. وأتمنى أن يكون هناك لائحة رادعة ابتداء من الموسم المقبل فيما يخص تهديد الأندية بالانسحاب من الدوري، وأقترح وضع بند يبعد أي مسؤول عن انسحاب أي نادي من مباراة مهمة عن الساحة الرياضية والنشاط الرياضي بشكل عام ل5 مواسم على الأقل. قرار الأهلي ما أعلمه أنه لم يكن مقنع على الإطلاق لبعض أعضاء مجلس الإدارة وكذلك الجهاز الفني واللاعبين، وكلف الفريق 6 نقاط في توقيت مهم من الموسم. أحمد مجاد ومن يدير اتحاد الكرة من حيث اللوائح وأنا بريدة يستعين به في أي قرار يتعلق باللوائح، وأعتقد هذا سر تواجده في اتحاد الكرة بشكل دائم رغم عدم وجود منصب له. الزمالك عندما اعتمد على الناشئين حصل على الدوري، وقطاع الناشئين في الأهلي يعاني من أزمة واضحة ولا يوجد لاعبين جيدين، والفريق لم يحقق الاستفادة من القطاع مطلقا، وأصبح يعتمد على لاعبين ومدربين من خارج النادي بشكل دائم. وهناك فرق في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي في المركز التاسع ولا تنافس على أي بطولات. طارق السعيد: الهدف الرئيسي حاليا هو تأهل المنتخب الوطني إلى كأس العالم، وحتى الآن نحن نسير في الطريق الصحيح والأمور تسير على ما يرام. وأنا مع الرأي القائل أن المباريات تكسب ولا تلعب، خاصة أن اللاعبين كانوا في المغرب ثم عادوا إلى القاهرة ولعبوا بعدها بيومين. من المهم في المباريات المضغوطة تحقيق الفوز وليس مهم الأداء، ونتمنى كل التوفيق لمنتخبنا وجهازه الفني. لا نريد أي كلام يقلل من قيمة الخصوم الذين يواجهون المنتخب الوطني، لأننا كثيرا ما واجهنا خصوم أقل فنيا في تصفيات كأس العالم ولم نفز. بالنسبة لإمام عاشور فأنا مع مقولة تضرب المربوط يخاف السايب. مع منتخب مصر يجب أن يكون اللاعب حتى لو كان أفضل لاعب في مصر مثل الجندي، وأن يتشرف بأنه موجود في القائمة سواء احتياطيا أو أساسيا، لأنه في النهاية إذا تأهلنا سيقال أن إمام عاشور كان موجود. ولكن طالما أن الأمر يتعلق بالانضباط والأخلاق فلك حقوق وعليك واجبات، ويجب على اللاعب أن يضبط أعصابه بالتأكيد، وبالتأكيد كل لاعب يريد أن يكون أساسيا، لكن أن تتظاهر بالمرض في معسكر المنتخب وتغادر ثم تلعب مع ناديك فهذا أمر غير جيد. أتمنى أن يتم حل الأمر، لأن إمام عاشور لاعب جيد ويصنع الفارق مع المنتخب، وهو لاعب جوكر وسوبر. مصطفى محمد فعل الصواب باعتذاره عما بدر منه فورا، ونحن لسنا ملايكة، كل لاعب يرتكب أخطاء وكل لاعب يريد أن يشارك، وأتمنى له الثبات طالما اعتذر، فهذا يعني أنه على الطريق الصحيح، ونحن لا يجب أن نبالغ في نقد اللاعبين، والموضوع انتهى، والمنتخب ليس في حمل لأي مشاكل أخرى. حسام حسن من النوعية الذي لا يسامح بسهولة، لكنه قلب أبيض وسينظر لمصلحة المنتخب، وفي النهاية حسام حسن يشعر دايما أنه مظلوم وأن الجميع ضده، وهذا أمر طبيعي، لأن 120 مليون شخص لا يمكن أن يكون رأيهم واحد.